السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي بنات الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة سمك بلطي اهو. هعمله مشوي ومقلي عشان برضو تبقوا عارفين الطريقتين، اللي حابب يشويه او اللي حابب يقليه هنعمله مع بعض بالطريقتين. معانا سمك اهو بلطي مغسول ومتنضف اهو، مغسول من جوه ومن بره اهو، لازم يبقى زي الفل كده، وغسلاه بليمون وتمام، وحطاه في المصفى دي تصفى خالص من اي حاجه. وهنعمل بقى مع بعض تتبيله خطيره ليه هتعجبكم قوي. هنحضر بقى التوم. عايزه بس اوريكم حاجه كده بالنسبه تفصيص التوم. الناس اللي بتستصعب تفصيص التوم هقول لكم على طريقه حلوه لتفصيص التوم. تجيبوا فص التوم كده تقسموه بالسكينه اهو بالطريقه دي اهو، طلع بكل سهوله معاكي اهو ان شاء الله اهو بالطريقه دي اهو. تجيبي فص الثوم كبير صغير ايا كان حجمه، هتعمليه بالطريقه دي، تقسميه اتنين بالسكينه بالطريقه دي. خلاص طلعي بقى التتني كده، تطلع معاكي القشره لوحدها والثوم لوحده. بطريقه سهله قوي لتفصيص الثوم. الثوم اهو بتاعي قشرته، هقطع معاه قرن فلفل اخضر، واحط معاه شويه ملح اهو، معلقتين صغيرين كده ملح. انا خلصت التوم بتاعي اهو، دقيته كويس. حطي بقى معلقه كزبره صغيره، معلقه كمون، معلقه بهارات كده على فلفل. هريسه الشطه دي انا كنت عاملاها يعني في التلاجة. لو انت ما عندكيش هريسه وعايزه تزودي شطه شويه، ممكن تزودي قرن فلفل احمر وانت بتدق التوم، او واحد اخضر تاني. لو مش حابه حامي تزودي فلفل عادي، مش لازم شطه حامي يعني. انا حط معلقه الهريسه دي انا كنت عاملاها في البيت، وان شاء الله برضو هنعملها مع بعض. جيبي ليمونتين بقى كده الحجم اللي انت عايزاه، تنزلي بيهم كده على الخلطه بتاعتنا دي اهو. تقلبي بقى الخلطه بتاعتك دي ما شاء الله اهي، بسم الله ما شاء الله. تتبيله سهله وحلوه قوي، بس هتديكي طعم للسمك رهيب بقى ما شاء الله. تجيبي كام عود كده شبت على كزبره خضراء مغسوله كده وزي الفل، حسب ما انت عايزه برضو. لو موجودين يبقوا حلو قوي، يدوا ريحه وطعم. مش موجود تمام، ممكن تستكفي بالتتبيله دي. تقطعيهم بقى رفيع قوي كده على التتبيله بتاعتك اهو. تقلبي بقى كده خضار معاهم بالطريقه دي اهو. نعمل له بقى ايه شريحتين كده كل جنب بالمنظر ده كده. اديله شريحتين كده، فتحيه كده اهو من هنا ومن هنا اهو اهو. تجيبي اي حاجه زي كده تحطي فيها، والتتبيله بقى اهي. عايزه اخليكم تشوفوا بس. نمسك سمكه كده نفتحها اهي، نتبلها كويس كده من كل حته اهي المنظر ده اهي. جوه بره كده شربيها كويس التتبيله كده، وفي الفتحات اللي احنا عاملينها دخلي التتبيله جواها كده اهي بالطريقه دي. تفتحي كده الفتحات وتدخلي التتبيله جواها كده اهي المنظر ده. تحطيها بقى الحاجه اللي هتحطيها فيه. بعد ما تبلنا السمك كله بالمنظر ده، هنغطيه بقى كده بكيس او بغطا بقى او اي حاجه مش فارقه يعني. هتغطيها بايه؟ المهم تغطيه بس عشان ريحه التلاجة ما تبقاش يعني فيها ريحه سمك. الحاجه اللي تحطها في التلاجة ما تبقاش ريحتها سمك. تغطيه بغطا وتغطيه بكيس وتغطيه باي حاجه كده، وتحطيه في التلاجة بقى ساعه ساعتين حسب ما انت هتعملي الغدا امتى. الفايده دي
هنحتاجها. هنزود عليها بقى بقيت شويه ميه كده وليمونه وملح وكده، ونعملها تتبيله نتبل بيها المشوي بعد ما يطلع من الفرن. مش هنرميها، هنحتاجها ضروري عشان خاطر تتبيله السمك المشوي. بقى اي حاجه كده وتفرشيها على الرخامه عشان الرخامه ما تتبهدلش معاكي يعني وانت بتجهزي السمك. اي حاجه، ورقه جورنان زي دي، هتجيبي كيس بلاستيك، اي حاجه تفرشيها على الرخامه كده، وتجيبي بقى حاجه فيها دقيق للسمك المقلي وحاجه فيها رده للسمك المشوي، وهنتبلهم بقى مع بعض كده. هتحطي شويه ملح كده في كل شويه في الدقيق وفي الرده، وكزبره ناشفه اهي، وكمون، بس ممكن كفايه قوي كده. وتقلبي بقى الحاجات اللي حطيتينها دي على الرده والدقيق كده كده جاهزين معانا. هتجيبي بقى السمك بتاعك اهو بعد ما تتبل كده وبقى تمام، ساعه ساعتين حسب ما انت عايزه اهو. تجيبي الدقيق شويه، وتجيبي اي صينيه تكوني بتستعمليها للفرن. انا بستعمل الصينيه دي كده، بشوي فيها حاجه، بعمل فيها اي حاجه في الفرن. تجيبيها، تجيبي السمك بقى تغلفيه بالرده كويس كده اهو، تغلفيه كله كده بالرده. العدد بقى اللي انت هتشويه، لو هتشويه كله يبقى كله بقى بنفس الطريقه كده اهو. وترصيه بقى الحاجه اللي هتحطيها في الفرن على فرن سخن، تكوني مولعه الفرن قبليها وتدخليه بقى في الفرن يتشوي. دقيق والسمك اللي هتقليه وتغلفيه برضو بالدقيق اهو بالطريقه دي. تغلفيه كويس قوي من كل حته كده اهو بالطريقه دي. نحطيها هنا قبل ما نيجي نقليه. نروح نعمل بقى الرز مع بعض على البوتاجاز. تجيبي بصلايه وسط كده وتقطعيها صغير قوي، تحطيها في حله زي كده مع معلقتين زيت وتحمريها كويس قوي بقى. مش عايزينها صفرة ولا ذهبي زي الخضار، لا عايزينها حمرا بني غامق. يعني عايزاكي تفضلي سايباها كده وتقلبيها لحد ما البصله تبقى بني غامق خالص، بقى غامقه كده، وتنزلي عليها بقى بكوبايتين ميه. ما تخافيش منها خالص، دلوقتي لونها هيفتح، بس الميه بقى هتبقى لونها حلو قوي وتديكي لون وطعم حلو قوي للرز. كوبايه كمان اهي. وعلى ما تغلي تكوني غسلت الرز بتاعك. الميه غليت اهي ما شاء الله. هتدوقيها برضو شوفيها محتاجه ملح ولا لا. لا حلوه قوي مظبوطه ما شاء الله اهي. تكوني غاسله بقى كوبايتين الرز بتوعك وتنزلي بيهم كده، تسيبيه غلوتين 3 بالكتير وتروحي مهديه عليه كده. الرز بتاعنا اهو غلي كام غلوه كده. نروح بقى انقله على العين التانية الهاديه عشان اعمل بقى معاكم السمك المقلي. نهديه معاكي وتنزلي بالسمك. محضره حاجات السلطه اهي برضو عشان ما اعطلش نفسي واضيع وقتي. قبل ما السمك يتقلي اكون قطعت السلطه، خيار وطماطم وفلفل وشويه خضار. انت بتحطي بقى اللي انت عايزاه حسب السلطه بتحبوها ايه. وهو السمك بيتقلي كده تبقي واقفه بتقطعي السلطه عشان تخلصي كله مره واحده. من ناحيه واحده وانا كنت قطعت السلطه، فكده ما تضيعيش وقتك. بتكوني بتعملي حاجه على البوتاجاز وايدك برضو بتعمل حاجه ثانيه. تخلصي الاكل ان شاء الله في نص ساعه. هنقلب بقى السمك بتاعنا اهو ان شاء الله. بسم الله. نبص بقى الرز بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله. الرز بتاعنا استوى اهو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا لونه، بصوا لونه، بصوا مفلفل ازاي. بسم الله. والسمك برضو المقلي اهو ما شاء الله اهو مره اهو. كنت محضره طبق بقى فيه مناديل كده ولا ورقه بيضه ولا اي حاجه، الصف كويس كده
اهي تميليها شويه كده تصفيها كويس قوي من الزيت. الرز والسلطه كنت قطعتها اهي، اعصر عليها بس ليمونه واحط لها الملح اهي، احط عليها ليمونه، نحط لها بقى شويه ملح ونقلبها بقى كده. هغسل السلطه في طبقين عشان عندي في ما بيحبش البصل عليها وفي بقى اللي بيحب بصل، فانا هحط بصل على شويه منها. هتجيبي بقى الطبق اللي كان مكانه السلطه تحطي شويه ميه كده وتنزلي بقى بالخلطه اللي كانت باقيه كده اللي احنا كنا راكنينها على جنب، هننزل بيها الخل، نزودها ملح بس بسيط كده، نقلبها عشان السمك المشوي بقى ده. السمك المشوي اهو ما شاء الله طلع من الفرن اهو، بص لونه حلو قوي. ننزل بقى عليه بالخلطه اللي احنا عاملينها له دي، نشربه كده اهو كده بقى ما شاء الله. نقدم السمك المشوي اهو، نحضر طبق كده ونطلعه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال، بصوا جمال السمك المشوي وكمان جمال السمك المقلي. اللهم صل على النبي. والرز بتاعنا خلص اهو، هروح بقى اقدم الاكل اغرفه ونشوفه مع بعض. ده اكلنا اهو بعد ما غرفته على الصينيه. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهو حطيته اهو في الصينيه ما شاء الله. يلا جربوا الاكله الحلوه دي بقى، اكله مصريه جميله قوي الكل بيحبها. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. في نهايه الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.